بجد هو في ايه؟ الزمالك كان فعلا يستحق انه ياخد الكاس وفعلا خده، عشان اجتهدوا فعلا برغم انها فرقه مهنيا وفنيا مش احسن حاجه زي الاهلي، رغم برضو ان هم اتعرضوا لانتقادات كتيره في هذا الموسم والاهلي حرفيا كان مغطي على الكل، لكن للاسف لعيبه الاهلي جم في الاخر واتغروا. صراحه طول تاريخ نادي الاهلي ما شفتش غرور ولا استفزاز بالطريقه دي، تكبر وغرور واستفزاز وارتياحهم بعد ما سجلوا اول هدف وغيره وغيره. بس برغم كده والعك اللي حصل ده مش معنى كده ان احنا نطلع نشتم فيه بعد خسارته. بدل الاهلي برضو اللي كان مفرحنا طول الفتره اللي فاتت، وسام ابو علي برضو اللي كان كل ماتش لازم يسجل فيه هدف وكان بالنسبه لنا احسن لعيب، يجي في مره وما يسجلش، دلوقتي بقى وحش ونغلط فيه ويعد ده كفر. لعيبه ما عملتش اللي عليها في احسن صوره. ايوه الزمالك كان يستحق الكاس، ايوه وبجداره. ارجع واقول تاني ان مش معنى كده برضو ان احنا نغلط فيهم، لا بالعكس احنا نقف جنبهم وفي ظهرهم ونشجعهم، نبص لقدام ونحاول نخلي اللي جاي احسن، وطبيعي الكوره مكسب وخساره. قلب اهلاويه مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، واتمنى ان الاهلي يرجع لمستواه تاني وبلاش العك كده.